ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة ريفيو مختلف شوية. الريفيو ده عن المنتجات الجديدة اللي انا اشتريتها للعناية بالبشرة. اول حاجة، انا الحاجات الجديدة اللي انا اشتريتها، اشتريت اللي هو مقشر للقدمين. انا كنت عامله ريفيو عنه قبل كده برضو، بس ما كنتش عامله عن تجربتي عنه. بصراحة من ايفا هو مقشر حلو اوي للقدمين، بينعم القدمين. وطبعا بعد الكريمات اللي انت بتستخدميها، انت بتستخدمي ده الاول بعد ما تدعكي رجلك بالحجر، وبعد كده بتستخدميه وتسيبيه شوية، وبعد كده بتغسليه بالمية، وبتستخدمي الكريمات بتاعت العناية بالقدمين نفسها. كان سعره يا جماعة 40 جنيه. انا جايباه من بقالي يعني حوالي 3 اسابيع، بس بصراحة هو جميل جدا. انا استخدمته يجي حوالي 3 مرات، فجميل جدا جدا يا جماعة. وبالنسبة لحجمه، حجمه 60 ملي تقريبا. طيب، الحاجة الجديدة اللي انا جبتها هو كريم دكتور راشيل. طبعا هو مشهور. انا جبت اللي هو الكريم الليلي لاني ملقتش النهاري، لقيته خلصان. كان سعره يا جماعة ب120 جنيه، وطبعا ده الاوريجينال. لان انا جايباه من محل ميك اب بيبيع الحاجات اللي هي الاوريجينال، مش بيبيع الحاجات اللي هي المضروب، اللي هي بتبقى الكوبي. طبعا ده الكتالوج بتاعه فيه كل منتجات دكتور راشيل، زي السيرم ده برضو انا عايزه اجربه. فاللي جربه يقول لي يعني كويس ولا لا، عشان انا محتار ما بين سيرم دكتور راشيل وسيرم جارنيه اللي هو بفيتامين سي. فاللي جرب السيرم سواء دكتور راشيل او جارنيه يقول لي في الكومنتات اني الافضل منهم. طيب، نخش على الكريم. ده الكريم يا جماعه، ده شكل العبوه شكلها شيك. انا جربته مرتين، والنهارده مجرباه قبل ما انام عشان هو الليلي. بصراحه هو يعني ناس كتيره شكرت فيه. فانا لسه عشان مستخدماه مرتين، فهقول لكم النتيجه لما يعدي عليه مثلا اسبوع او اسبوعين. طيب، هو مبدئيا ريحته برتقان كله. وهوريكم شكله من جوه. مبدئيا يا جماعة هو ده شكله. في ناس بتقول في بعض الريفيوهات ان هو شكله كريم كده ابيض. لا، هو مش ابيض، هو شكله لونه كده مدي على الاورنج. بس طبعا هو مش باين شكله مدي على الاورنج يا جماعة، وريحته برتقان جدا جدا. لان هو اورنج فاتح كده، بس هو مش مدي على اللون الابيض. زي الغسولات اللي هي البيضة، زي غسول اللي هو بفيتامين سي، اللي هو بتاع جارنيه، اللي هو الكريمي مش الجل. طيب، وهو هوريكم برضو شكله من قريب اهو يا جماعة. شكله من قريب اهو. دي البتاعة اللي بتيجي في العبوة نفسها عشان الكريم ما يدلقش. و ادي ده شكله يا جماعة، ودي بتحمي العبوة عشان ما تدلقش يعني. والباكت بتاعه كان سعره يا جماعة 120 جنيه. انا جايباه من محل بميك اب بيبيع الحاجات اللي هي الاوريجينال مش التقليد. اهو. وده الليل يا جماعة، ونازل منه النهاري، ونازل برضك من مجموعة دكتور رشيل الغسول، ونازل كريم للقدمين برضك. يعني هوريكم برضك الكتالوج بتاعه، لان فيه ادي اهو، ادي آه طيب، مش هو نازل منه الغسول. و اهو يا جماعة، نازل منه يا جماعة اهو. ده نازل منه غسول الوجه، ده شكله. ونازل منه السيرم، ده السيرم. ونازل منه الكريم النهاري والكريم الليلي. ونازل منه اللي هو اللي هو كريم تفتيح المناطق الحساسة بفيتامين سي. يعني نازل منه حاجات كتير يا جماعة. وبرضك اخر حاجة هي نازلة منه طبعا، يعني نازل منه حاجات كتيرة جدا. نازل منه برضك مزيل المكياج، ونازل منه التونر. ده التونر، وده مزيل المكياج. ونازل منه مثبت المكياج. ونازل منه اللي هو الشيت ماسك بتاع فيتامين سي يا جماعة. يعني نازل منه حاجات كتيرة جدا، يجي حوالي ادي يعني يجي حوالي حاجات كتيرة جدا.
يجي حوالي 12 حاجة يا جماعة. وادي ده اخر حاجة نازلة من حاجات دكتور روشيل، هو الجل بتاع اللي هو جل فيتامين سي. فنازل منه حاجات كتيرة جدا يا جماعة. يعني بصراحة في ناس جربته قالت ان هو جميل جدا جدا. انا طبعا عشان اول مرة بستخدم المجموعة دي، فجبت اللي هو الكريم الليل، لاني ملقتش الكريم النهاري، وسعره يا جماعة 120 جنيه. بالنسبة لحجمه، هو حجمه يا جماعة 50 جرام. هو حجمه يا جماعة مش باين يعني، بس هو حجمه 50 جرام اهو. هنشوفه على العبوة. هو حجمه 50 جرام. هو حجمه 50 جرام، ده اللي هو حجم الكريم بتاع دكتور روشيل، ونزل منه حاجات كتيرة يا جماعة. طيب ده انا برضك مش اول مرة اجيبه، مش جديد. هو من مقشر يومي للوجه بتاع فيتامين سي من جارنيه. انا استخدمته طبعا، انا ملقتش الا الحجم الكبير. هو نزل منه احجام، هو حجمه يا جماعة 150 ملي، وكان سعره 90 جنيه. طبعا انا جربته، جميل جدا جدا، وبيعمل رغوة طبعا زي منتجات جارنيه كلها. وهو من جوه فيه حبيبات صغننه وابيض برضك. بس جميل جدا جدا يا جماعه. انا استخدمت ده واستخدمت اللي هو بتاع ايفا اللي هو مقشر قدمين، الاتنين كويسين، بس ده مقشر للوجه وده مقشر للقدمين. طيب من الحاجات برضك الجديده اللي انا جبتها، ويعني لسه مستخدمها بقالي يومين، يعني ما استخدمتهاش كتير، هو مزيل العرق من نيفيا، ده جديد، اللي هو بروتكت كير. هو جميل جدا جدا يا جماعة، ريحته حلوة جدا، وحجمه 50 ملي برضك. آه، بصراحة هو ريحته حلوة جدا. يعني انا اختي شمته وفرقت من بين الريحة اللي انا استخدمتها قبل كده من نيفيا والريحة دي، قالت الريحة دي قوية. فكان جميل جدا. ونازل منه السبراي بالريحة دي برضو، اللي هو سبراي الرش بتاع مزيل العرق. ده انا كنت جايباه كان بخلاصة الشابة. ده كان جميل جدا من نيفيا، وكان جديد برضو اول لما نزل. انا جبته بقالي يجي حوالي يعني كتير، كان معايا بقاله كتير، كان ساعتها سعره 25 جنيه. اما ده يا جماعة سعره 35 جنيه، وطبعا عند محل المنظفات. اما في الصيدلية مش اقل من حاجة و40 جنيه، يعني بحدود 40 جنيه او حاجة و40 جنيه على حسب الصيدلية. وفي ناس طبعا يعني هو ما بيتعداش الحدود دي، انما في المحل اللي هي المنظفات بيبقى ب35 جنيه او 36 بالكتير يعني. ده انا كنت جايباه قبل ما يغلى من فترة كبيرة، كان ب25 جنيه، طبعا قبل ما الحاجة تغلى يعني. طب اخر حاجة من الحاجات الجديدة اللي انا جبتها، هو اللي هو غسول جرنيه بفيتامين سي وخلاصة الليمون، اللي هو الجل. في منه نازل الكريمي، انا جبت الكريمي. ده كان نازل جديد فحبيت ان انا اجربه. وجربت من المجموعة دي على فكرة يا جماعة، اللي هو المقشر واللي هو غسول الكريمي. وده اخر حاجة انا مجرباها من المجموعة. وجبت برضك اللي بيزيل المكياج. جبته اللي هو ماء ميسيلار بتاع غسول جرنيه، اللي هو مش بالرغوة، اللي نازل بفيتامين سي الجديد. وهسيب لكم اللينك في الديسكريبشن بوكس عن منتجات جرنيه. اللي كان ناقص لي فيه منتجات جرنيه هي السيرم بتاع فيتامين سي بتاع جرنيه، بس انا محتاره ما بين سيرم جرنيه وسيرم دكتور روشيل. فاللي استخدمه من الاتنين يقول لي اني فيهم الافضل في الكومنتات. طيب ده كان الغسول طبعا مش نازل منه الا حجم واحد يا جماعه. انما المقشر نازل منه احجام، بس انا للاسف ما كنتش لاقي الا الحجم الكبير. وبرضك الغسول الكريمي نازل منه احجام، والكريم برضك انا جايبه الكريم يا جماعه اللي هو بتاع نازل زي الدكتور رشيل كده، الكريم اللي هو للتفتيح، برضك بخلاصة الليمون وفيتامين سي. بس الفرق ما بينه وبين دكتور رشيل ان التاني بفيتامين سي وخلاصة الليمون، اما ده بفيتامين سي صافي. فانا بحب اللي هو بفيتامين سي لما يكون على الوش، بيبقى اللي هو الصف، لانه بيدي تغذية اكتر، يعني زي السيرم برضو كنت بحبه ما بيبقاش داخل معاه حاجة. طيب ده كان يا جماعة حجمه يعني على ما اعتقد حجمه، طبعا حجمه كبير جدا، 400 جرام.
اهو انا مش عارفه بقى اذا كان باين ولا لا. هو 400 جرام. وطبعا اهم حاجه ان هو بالبامب بتاعه فجميل جدا يعني. هو عامل زي جل بس بيدي رغوه جامده جدا يعني انا حطيت حبه كبيره غرقوا وشي. فبصراحه هو جميل جدا جدا يعني. فانا عجبني واستخدمته برضو، بس ما يعني برضو هو لسه تحت التجربه، انا مستخدماه بقاليش يعني كام يوم. هو والمزيل واللي هو مزيل العرق وبفيتامين واللي هو كريم دكتور روشيل، اما دول انا استخدمتهم قبل كده فتجربتي معاهم كانوا كويسين جدا جدا. طيب ده كان يا جماعة اللي هو المجموع الحاجة اللي انا جبتها جديد. ده كان سعره يا جماعة، بالمناسبة ده كان سعره انا جايباه من محل ميك اب مش من صيدلية. سعره يا جماعة كان حوالي 95 جنيه. اهو. كان سعره 95 جنيه. فكان يعني كان سعره 95، وفي ناس بتبيعه ب100، وطبعا في الصيدلية بيبقى بيتقفل 100 جنيه. انا جايب من محل ميك اب ب95 جنيه، وده كان يا جماعه ب90، وده كان ب40، وده اللي هو بتاع دكتور رشيد كان ب120 سواء النهاري او الليلي. وده انا جايباه ما بقاليش فتره، ما بقاليش اسبوعين، كان ب35 من محل اللي هو منظفات مش الصيدليه. الصيدليه بتبيعه بيبقى اغلى شويه ب40 جنيه او ب45. وده انا كنت جايبه بقالي فتره كبيره جدا، كان بحوالي 25 جنيه برضو من محل منظفات قبل ما الحاجه تغلى. انا كده قلت لكم اسعار الحاجه اللي انا اشتريتها، وقلت لكم اللي هي الحاجات اللي انا استخدمتها قبل كده زي المقشر والمقشر بتاع الوجه، سواء مقشر القدمين او مقشر الوجه. وقلت لكم ان انا يعني تجربتي معاهم كانت كويسه جدا. اما فيتامين سي والمزيل ده برضو حلو جدا اللي هو بخلاصه الشابه، انصح اي حد يجيبه. هو ريحته مش نفاذه قوي بس هو جميل جدا جدا. وبرضو الكسول ده حلو، المزيل ده قصدي حلو جدا بس يعني هو تحت التجربه. وبرضو غسول الوجه تحت التجربة اللي هو بتاع الجرنيه اللي هو الجل. واللي هو بتاع الدكتور راشيل، وهجربهم واقول لكم تجربتي معاهم. بتمنى قبل ما بتمنى ان انتوا تفعلوا زر الجرس او السبسكرايبس وتشتركوا في القناة. ويعني بتمنى ان انتوا تعملوا لايك، ما تبخلوش عليا باللايك عشان القناة ضعيفة جدا لان ما فيهاش لايكات كتير. بتمنى ان انتوا تدعموني. وبتمنى برضو كمان ان لو اي حاجة انتوا عايزينها، يعني مثلا فيديوهات عن ماي واي او اي فيديو مثلا عن اللي هي المكياج عموما. سيبولي في التعليقات الفيديو اللي انتوا حابينه وعايزين فيديو عن ايه وانا اعمله لكم. آه، طبعا معذرة طبعا، يعني انا اسفة على صوتي عشان انا عندي برد. آه، يعني فده كان الريفيو عن الحاجات اللي انا اشتريتها وتجربتي عن بعض الحاجات اللي انا استخدمتها. وهسيب لكم لينك ويا ريت يا جماعه تخشوا على الديسكريبشن بوكس، لان انا الديسكريبشن بوكس، لان انا بسيب معظم فيديوهات ماي واي، اللينكات بتاعت ماي واي او اللينكات اللي هي بتاعت الفيديوهات عموما عن الميك اب وعن العنايه بالبشره، بسيبها في الديسكريبشن بوكس. وبتمنى انتوا متبخلوش عليا باللايك يا جماعه، وتفعلوا زر الجرس على الاول او الكل عشان يوصلكم جميع فيديوهاتي. وشكرا لكم.